مباراة قوية في بطولة هي الأولى في تاريخ الأهلي أمام سيمبا التنزاني. هوريك قائمة النادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، وكمان في مفاجآت في تشكيل النادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، وهنتكلم عن كام معلومة كده عن فريق سيمبا الناس مش واخدة بالها منها. النهاردة فيديو مميز قوي، فيلا بينا نخش في الفيديو. الاهلي بيواجه سيمبا التنزاني في دور الثمانية في بطولة السوبر ليج. مباراة الناس كلها مفكراها سهلة زي ما بتقول، بس هي في الاساس صعبة، وهقول لك صعبة ليه. المباراة الافتتاحية في البطولة هي مباراة الاهلي وسيمبا، ومعروفة ان المباراة الافتتاحية بتكون صعبة على اي فريق، وخصوصا لو كان المباراة ديت على ارض الخصم. وغير كده ان نادي سيمبا حشد جماهير كتير علشان تؤازر الفريق في المباراة. وزي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده ان سيمبا السنة دي مختلف، الفريق جايب صفقات تقيلة فعلا علشان السوبر ليج ودوري ابطال افريقيا، عاوز يوصل لابعد نقطة في البطولة. يعني ما تفكرش انه هينزل يلعب مباراة شرفية قدام النادي الاهلي وبعدين يطلع من دور الثمانية وخلاص، لا ده هيكون عندهم الحافز انهم يتخطوا اكبر عقبة بالنسبة لهم وهو النادي الاهلي، ويوصلوا لدور نصف النهائي. انا بقول الكلام ده علشان باذن الله ناخد بالنا ان فريق سيمبا مش سهل، واننا لازم نلعب بروح علشان نقدر نكسب، ومش عاوزين نكرر نفس سيناريو اتحاد الجزائر في السوبر. عاوزين نكون نازلين مركزين ونقدر نخطف هدف هناك ونأمن علشان نقدر نخرج بنتيجة ايجابية، وبعدين بقى يجونا هنا في مصر ونشوف هنعمل معاهم ايه. قبل ما نخش في القايمة والتشكيلة، تعال اقول لك كده على كام معلومة بسيطة. انت في اخر 3 مواجهات مع فريق سيمبا انت فزت في مباراة وحيدة وسيمبا فاز في 2، وكل الماتشات خلصت بنتيجة 1-0، وده ان دل فهو بيدل ان فريق سيمبا بيقاتل قدامك. طيب تعالى كده نشوف بقى قايمة النادي الاهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وغياب حمزة علاء عن القايمة. في خط الدفاع علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر ابراهيم واكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وغياب محمود متولي وكريم فؤاد. في خط الوسط اليو ديانج وامام عاشور ومروان عطية واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه، وغياب كريم ندفد والسولية. على الاجنحة حسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد كريستو وبيرسي تاو. اما بقى في خط الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن وغياب انطوني موديست. المباراة هتبقى الساعة 4 العصر، ومباريات العصر دي الواحد بيقلق منها قوي. طيب تعالى كده نشوف تشكيل النادي الاهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبين دفاع هيبقى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، في الباك رايت هيلعب بمحمد هاني، اما في الباك ليفت فهيلعب بكريم الدبيس، وعلي معلول هيبقى قاعد على الدكة لانه مش جاهز بنسبة 100%. في خط الوسط وفي مركز 6 هيلعب بمروان عطية، قدامه هيبقى امام عاشور واليو ديانج، وفي خط الهجوم هيلعب ببيرسي تاو على اليمين وحسين الشحات على الشمال وكهربا راس حربة. معاك تبديلات كويسة قوي هتغير شكل المباراة، زي رضا سليم ورقة كبيرة قوي وجناح يقدر يحرك الفريق كله. كمان معاك صلاح محسن راس حربة يقدر يضرب خطوط الدفاع، ده غير طبعا ان معاك عبد القادر وقفشه وكوكا اللي هيبقى عليهم دور كبير قوي لما ينزلوا. ودي كانت قائمة وتشكيل النادي الاهلي. يا ريت بقى تقدر تعبنا وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واهم حاجة بقى تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.